الناس لا تسقط مظالم، هذه لا يكفرها الله سبحانه وتعالى حتى لو تبنى. هذه حقوق للناس يأخذونها، اغتبناهم، كذبنا عليهم، سرقناهم، غششناهم، منعناهم حقوقهم، آذيناهم. أي حق للناس سيأخذونه منا يوم القيامة. هل نحن على استعداد أن نفرط بهذه الحسنات التي جمعناها ثم نسلمها لهم يدا بيد، هكذا خذ حسناتي؟ بينما كثير من المسلمين اليوم يتساهلون في هذا، يتكلم في ذمم الناس، يتكلم في أعراضهم، يكذب عليهم، يغشهم، يظلمهم، يمنعهم حقوقهم، يؤذيهم، ولا يهتم، ولا يدري هذا المسكين أنه يضيع نفسه بذلك. فلنتق الله تبارك وتعالى، نمسك ألسنتنا عن سب الناس ولعنهم، نمسك ألسنتنا عن الافتراء عليهم وغيبتهم، نمسك أيدينا عن أخذ أموالهم وإيذائهم وغير ذلك من أمور الأذى التي تحصل للناس من قبلنا، فيأخذون من حسناتنا، والله المستعان.